اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نبدأ بحثنا عن ما جاء من طب أهل البيت عليهم السلام حول الأطعمة والأشربة وثوابها. وأبدأ بحثنا اليوم عن الأطعمة والأشربة بموضوعنا اليوم البسملة أثناء الطعام، أي البسملة أثناء الطعام أحبائي من آداب المائدة. إذا جلس الإنسان حولها عليه أن يذكر أو يبدأ بالله عز وجل، ويبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عنه وجل قبل البدء بالأكل، يعني قبل لا ناكل أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فرغ من الأكل وانتهى من الطعام عليه أن يقول الحمد لله والشكر، أي بمعنى يشكر الله ويحمده، وفي ذلك ثواب عظيم وديمومة النعم. وديمومة النعم أي الله، ويرزقها الله، وقد حدثنا بذلك أهل البيت عليهم السلام. فقد ورد قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، أي النبي يحدث أمير المؤمنين علي عليه السلام: إذا أكلت يا علي، أمير المؤمنين الرسول يقول يا علي إذا أكلت فقل الحمد لله، فإن حافظيك أي الملائكة الموجودين بالأيمن والأيسر بالأكتاف أحبائي، حافظيك لا يستريحان من أن يكتبا لك الحسنات حتى تنبذه عنك، حتى تنتهي من طعام هم يكتبون لك حسنات يا أمير المؤمنين. والحافظان هما الرقيبان أخواني اللذان يسجلان أعمال الإنسان. وقال تعالى: وأن عليكم لحافظين، أي بسورة الانفطار آية 11. وقال الله تعالى: إن كل نفس مما عليها حفيظ، أي النفس عليها رقيب وحفيظ، بسورة الطارق 4. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام، أي قال الإمام الصادق: ما أضخمت قط، أي الإمام الصادق يقول ما انتفخت، ما أضخمت قط، وذلك لأني لم أبدأ الطعام إلا وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. أي الإمام الصادق يبسط لنا يقول ما